لا الاخصائي العلاج ما شاء الله عليه اخلاق، حتى لما طلع من الملعب سلم عليهم قال انا اسف، ما تسوى ولا شيء ولا حركه خارجه عن الادب ولا عن الاخلاق. يعني هو مؤدب ما شاء الله، انت قاعد تدافع عنه على فكره ترى هذا وزيك. لا لا، اول شيء انك تهجمت على بندر الدبيخي، هذا اكبر صحفي عندنا في الرياضي. ونعم ما قلنا شيء، ما قلنا شيء. لا تقول لي ما اعرفه ما تعرفه طيب انا ما اعرفه يا اخي، غصب اعرفه يا اخي، ما اعرفه اول مره اسمع فيه يا اخي، لازم اعرفه. ما اعرفه يا اخي. شوف يا اخوي فيصل، وانت والدكتور مدني رحيمي لا تطالعون بعيون واحد صفراء وسوداء وواحد زرقاء، يعني خلكم يا اخي وطنيين واحترموا وطنيين. من خلاص بكره بقعد بعلم السعوديه معي عشان اعجبك طبعا. انت تتكلع يعني اتمنى اشكرك يا اخ فهد على المعلومه صراحه، انك ما شاء الله عليك يا اخي صاحب معلومات ومثقف، استفدت منك هالمعلومه جديده يا اخي. انا استفيد منهم الاساتذه، لكن بعد انت والله لا يفصلون الصفر عنك ولا تتكلم، لانك صراحه ما اضفت لنا شيء، بس عاد ساعه ولا ايش تبغى توصل له. انت والله لا يفصلون الصفر عنك ولا تتكلم، لانك صراحه ما عطنا شيء معلومه يا اخي. انت نفس الكلام اللي كلمت صديقك هذاك اللي تعرفه، نفس الشله. لا استفيد منهم يعني يا اخي انا استفيد واستفيد منك صراحه، استفيد منك عشان اعرف كيف الافكار وكيف الناس عايشه بعد. شاكر لك يا خالد جاسم. السلام عليكم، اقول السلام عليكم بس. شكرا وحنا عاد اذا احد عنده مشاكل، عنده تصفيه حسابات، يحاول يصفيها بعيد عنا لو سمحت. سؤالي لكن سالني انا ما اعرف الصراحه بندر، اذا كان هو صعب انا ما اعرف. من اداري ما تعرفه؟ انا ترى معلوماتي حتى بعد ما اعرفها، اول مره اسمع فيهم انه هذا هو اداري. كيف يا اخي انا ما لي دخل فيه.